اليوم أمام مشكلة كبيرة تهدد الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني، وهي ظاهرة تأجير السجلات التجارية على العمالة الأجنبية. طبعا هذه الممارسات مو بس تضرب الاقتصاد البحريني في العمق، بل تخرج التاجر البحريني من اللعبة. المشاريع الوطنية لا زالت تعاني بسبب المنافسة الغير عادلة. هل من المعقول أن ديرتنا نشوفها كلها دكاكين صغيرة ومحلات صغيرة؟ هل هذا الاقتصاد اللي ننادي فيه؟ هل هذا الاقتصاد اللي نعول عليه عشان البحرين تنهض؟ وكل هذا بسبب تسهيلات والتسيب في توزيع الفيز أو تصاريح العمل داخل البحرين. في زيارتنا التفتيشية في لجنة التفتيش اللي قمنا فيها، لجنة التحقيق البرلمانية لسوق العمل، شفنا الهوايل، شفنا أن العامل الأجنبي يخير ما بين 3 وظائف يختار. اطلعنا على استمارات عشوائية، شفنا العامل الأجنبي يختار أنه يكون طباخ، سباك، مهندس، ممرض، سائق، أيا كان، يعني بدون حتى رقابة. يجي لنا العامل الأجنبي حتى ما يتم التدقيق في شهاداته، ما يتم التدقيق في الهيستوري، في تاريخه. فصارت البحرين بؤرة لهذه العمالة. طبعا هذه المحلات الدكاكين الصغيرة اللي يفتحون محلات برادات، محلات إلكترونيات، تنافس التاجر البحريني. البحرينيين للأسف كم تاجر أغلق هذا العام 2024؟ سمعنا عن كبار التجار أغلقوا، خصوصا عندنا في مدينة عيسى ياما محلات تجارية إلكترونيات أغلقت تجارها بحرينيين بسبب طبعا منافسة العمالة الأجنبية. هذه العمالة الأجنبية تعمل في أي مهنة أنت تبغيها بتشتغل لك فيها. فطبعا لازم رقابة من سوق العمل على هذه المخالفات. طبعا يعني أدعو الجميع لاتخاذ إجراءات فورية لضبط تأجير السجلات التجارية وحماية الاقتصاد البحريني. احنا ما يصير نوقف مكتوفي الأيدي معاليك، خصوصا عقب اللي شفناه في زيارتنا التفتيشية لسوق العمل. يعني حتى كانت تدار حملات التفتيش عبر الواتساب، أن يعني يحددون مواعيد لحملات التفتيش عبر الواتساب، جروب جماعي، وتسرب أماكن الضبط إلى العمالة الأجنبية في زيارات المفتشين سوق العمل. إن الكمين اللي بيسوونه مثلا أو هذا توزع نقاط التفتيش على العمالة الأجنبية، فيذهب مفتشو سوق العمل لا يجدون أحد من المخالفين. ونتمنى وقفة جادة في هذا الموضوع. شكرا.